قانون جديد يهم سائقي أوبر وليفت من الدي اكتيفيشن اللي هي إغلاق الحسابات. هذا القانون الآن سيتم تطبيقه والموافقة عليه في مدينة نيويورك، لكن أتوقع بعد الحصول هذا القانون في مدينة نيويورك راح يتم أكيد كثير من المبادرات من مدن وولايات أخرى على تطبيقه في هاي الولايات، لأنه من أكبر المشاكل اللي تواجه سائقي أوبر وليفت والدليفري اللي هي إغلاق الحسابات بمجرد وصول شكوى. بهذا القانون الجديد سيتم مساءلة الشركات قبل ما يقوموا بعملية الدي اكتيفيت للحساب، لأنه بشكل خطر على السائق وقطع لمصدر الدخل اللي عنده. من هون ورايح أنا يعني متوقع جدا إنه هذا القانون يتم تعميمه، وكثير من الولايات راح تصير تاخذه، وبالتالي بيصير الناس اللي بتشتغل بهاي المهنة عندهم مور يعني سيف إلهم، وبتخليهم يكونوا مبسوطين أكثر، وما إنه يتوقف مصدر الرزق ودي اكتيفيت الأكاونت لمجرد أي نوع من أنواع الشكوى. بليز شير هذا الفيديو، وشكرا لكم. رياض الوادي معكم من سان لويس ميزوري.